هذا شي يومين تفرجت في الانترفيو ديال الشيخ صار اللي استضافوه فيه في القناة العربية باش يحكي لنا على قصة التحول ديالو من مغني الراب. بلادي قولي لي مالك هكا؟ على من غادي نبكي؟ على من غنتشكى؟ على من حتى اللومه اليوم مع من غادي نتقابح؟ قالوا الكينج ديالنا راه زوين اللي دايرين به هما اللي تماسح والله. الى صانع محتوى ديني، وفي هذا الانترفيو بالضبط شدوا هاد الخصيه من هاد السبع وبهدلو مزيان وبينو ضعيف وما عارف حتى حاجه على داكشي اللي كيقول. وانا هادشي عندي بحال شي عيب لان هاد الشخص مستفز لواحد الدرجه ما يمكنش وعنصري ومتطرف. نهار كيسمع شي حاجه فيها المراه ولا المراه نجحات في شي لعبه كيبغي يطرطق فيه شي عرق ما كيجيش الناس. المهم خلينا نشوفوا الانترفيو شنو داز فيه ومن هنا ندويو شويه على الشيخ صار. لا يسير على المألوف، وعظ رقمي يثير من الجدل أكثر مما يطفئه، من إيقاع الراب إلى خطاب الحياة، من أغاني الشارع إلى فتاوى المنصات، يتنقل بثقة بين الممنوع والمباح، وأيضا بلغة ينقسم فيها جمهوره بين مناصر ومعارض. صانع المحتوى المغربي إلياس الفريسي المعروف بالشيخ صار في سؤال مباشر. غير هاد المقدمه كتعرف باللي المذيع ما عندوش مع الشيخ صار، ما حاملوش يكون عنده، ما فيه ما يدير هاد الانترفيو، بغا يمشي غينعس مسكين. جابوا ليه هاد الشيخ صار حتى هو خصو يدوي معاه واحد الساعه. الشيخ صار هو لقب قديم جدا، هو تقدر تقول انه لقب فني، لان لما كنت اغني الراب كان هذا هو اللقب. لما كنت تغني الراب اليوم من صاحب الشفاعة رسول الله، اسمح لي واسمح لينا. نعم، أنا بدأت الراب صغيرا، يعني كان عمري 14 أو 15 سنة، واعتزلت الراب في سن 23 سنة. اللي كنسمعو كيقول باللي اعتزل الراب في سن 23، يعني راه دار شي 10 الالبومات وحط لنا 80 ميكس تيب، شي 80 فيديو كليب، هو في الحقيقه كون غير اعتزل هو عنده 14. قال لي متبرجه، كنقول له انت يا داعش مزوجاش ما بغيش. نعم، يعني داعية اليوم تصنف نفسك أنت ماذا؟ داعية، واعظ، بأي صفة تصنف نفسك؟ نعم والله أنا شاب عندي غيرة على ديني، شاب من شباب المسلمين. من المفروض أن يكون جميع الشباب دعاة لله سبحانه وتعالى. وراه مفروض ان جميع الشباب يكونوا دعاة لله، ولكن ماشي كاع الشباب مفروض عليهم يكونوا معادين للمرأة وعنصريين ومتشددين بحالك. ماذا درست من العلوم الشرعية؟ ليس لي، أعترف بذلك، أنا ليس لي تكوين شرعي يعني بالمعنى الشرعي للدعاة والعلماء والفقهاء، لأنني لا أقوم بدور العالم أو الفقيه أو المفتي. دابا انت اخي الياس هاد كامل الدعوات ديالك وهاد الفتاوي ديالك وانت اصلا ما عندك حتى شي تاسيس شرعي، يعني انت ما مؤسس حتى حاجه، ما عندكش شي تكوين ديني، ما عندكش علوم الشرع، ما عندكش علوم القران، ممكن ما حافظش حتى القران، وهادشي كامل جايبوها من الانترنت. غير كتفرج فيديوهات في يوتيوب وكتنوض تطلق فيديو وتقول لنا المراه خاصها تبقى في دارها ما تخدمش. لا 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 اخترع شيئا جديد، ولا ادعي المشيخه، ولا ادعي انني عالم دين، ولا ادعي اي شيء. كيفاش لا تقوم بدور العالم او الفقيه او المفتي؟ انت كتقوم به. الهضره ديالك اللي كتقول في الفيديوهات ديالك راك فتي العلماء ديال الازهر وفتي العلماء ديال السعوديه، كتفتي شي حوايج مازال اهل العلم كيختلفوا عليهم. وليس بالضروره ان تكون مطلعا على جميع الاراء الفقهيه لكي تتكلم مثلا في وجوب الصلاه او وجوب الحجاب. لا 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 اخي الياس، اي واحد غادي يبغي يدير الدور ديال الداعيه خاص يكون مكون ومؤسس في العلوم ديال الدعوه، خاص يكون مكون في القرآنيات، العلوم ديال القرآن، في السيرة، في الحديث، في علوم الشرع وأحكام الإنزال. عاد تقدر دير الدعوة بسيطة. بنادم تيقرأ حياته كاملة باش يولي كيفهم في الدين ديالو ولا يسمى داعية، مازال ما قادرش يتسمى داعية. تصنف نفسك على أنك داعية، لا تعتقد نعم. بأنه هذا التوصيف يقتضي وجود شروط أو صفات معينة؟ الشروط سهله اخي المذيع، خاص تكون عندك صفحه في فيسبوك ولا انستغرام، عندك شويه ديال الجمهور كيتبعك، وديك الساعه اراك الفتاوي واراك الدعاوي واراك العنصريه واراك الذكوريه السامه واللي بغيتي اخي المذيع. اسماء معينه من مشايخ في المغرب او خارج المغرب تعلمت على يديهم، تابعتهم مثلا، زكوك أو تحدثوا عنك؟ لا لا لم تتم تزكيتي من أي شيخ من الشيوخ. وراه باينه شي واحد ما غادي يربط سميتو بسميتك اخي الياس. بهذا الشيء اللي كتقولوا المواقف ديالك راه ما يمكنش ان شي شيخ ينوض يقول بصح هادشي اللي تيقول الياس هو اللي كاين. المراه خصها تجلس دارها ومراتي ما تخدمش. عرفاتك درتي الفلوس، شافت الحاله ولات كتحسن، طلعتي لها في راسها، فهمتي، ولفاتك صافي، علاش تبقى معك؟ كانت زوجتك حامل،
كانت تراجع المستشفى، من كانت تراجع، طبيب أم طبيبة؟ كانت تراجع طبيبة امرأة. نعم. ممتاز. من ولدت زوجتك؟ ولدت عند طبيبة امرأة. نعم. إذن كيف تعارض أن تتزوج؟ ألا يحق لهذه الطبيبة أن تكون ذات عائلة وأسرة وأن تتزوج؟ لا لا لا، ما عندهاش الحق تتزوج، ولكن خاصة تجي تولد لينا مرات سيدنا إلياس، حيت ما يمكنش يعطيها لطبيب ذكر يولدها. دابا تخيل دابا انت اخي إلياس بهاد الافكار ديالك، الا تبعناك ما غادي حتى مرة ما خاصها تخدم. يعني الا جيتي تولد مراتك ما غتلقى حتى شي مرة تولدها، وغيجي راجل اللي يولدها، ولكن انت ما تقدرش تخلي راجل يولدها. داكشي علاش تاخذ واحد المرأة وتقول هذه ما خاصهاش تتزوج وخاصها تبقى غير تخدم باش انت مراتك تولد عندها. يعني انت حلال عليك تجي مرات تولدها وحده موظفة، ولكن ديك الموظفة مسكينة انها تتزوج ودير عائلة. لا، انت الوحيد اللي دير عائلة، انت الوحيد اللي مراتك جالسة في الدار هي دير عائلة وهي تولد، ولكن ديك الموظفة اللي جات ولدات لك مراتك ما خاصهاش دير عائلة. طبعا يحق لها، وطبعا ستجد من سيتزوج بها، وطبعا ستلد أبناءها، ولكن هذا أنا توجهي وهذا رأيي. ليس لي أي مشكلة أن تعمل. ستجد من كطرحوا البيبليك، فاش الرأي ديالك كتحطوا للمتابعين ديالك وكتقول لهم ها باش امنوا معايا بهذا الشيء، هذا الشيء ما بقاش رأي، هذه ولات فتوى، هذه فكرة انت كتزرعها في العقول ديال المتابعين ديالك اللي ما عرفت اصلا شكون اللي كيتابعك، ولكن هذا اللي كيتابعك وكيسمعك كتقول هذه الهضره وما فكر جوج مرات، راه ما يمكنش. الله سخرها لي وهي مشكورة، أشكرها لأنها قصرت في حق زوجها وأبنائها لكي تعالج لي زوجتي. ما فهمتش علاش بحال إلياس عندهم الحياة دايرة غا على الولاد وعلى الدار، ما فاهمينش باللي ديك المرأة راه هي كائن حي، راه هي إنسان، هي عندها أحلام وعندها أهداف، وتا هي كتقرا باش دير شي حاجه. حتى فاش كنقولوا الطبيبه راه واحد الدور مهم في الحياه، راه عيالاتنا اللي غنتزوجوا بهم غندوم عند هاد الطبيبه باش يولدوها لينا. يعني هاد الانسانه الدور ديالها مهم اكثر من الدور ديالك انت شنو الدور ديالك من غير انك تنشر الفتنه، من غير انك تعمر الراس ديال الشباب بافكارك المتطرفه. وكما قال المذيع انت كتحمل المسؤوليه ديال هاد المراه الا مشى باها وخرجها من الخدمه. يعني نقصت لينا طبيبه بسببك، طبيبه كان بامكانها تولد عيالات ديال رجاله اخرين. انا انوي ان شاء الله تعليمهم تعليم يعني منزلي، خاصة البنات. أنا لا أحب أن بناتي إن شاء الله أن يتعلموا في المدرسة، تعليم عن بعد، تعليم مساكن. هاد البنات اللي انت هو الوالد ديالهم اخي الياس صراحة، لانك غتشدهم وغتحرمهم من حاجات بساط اللي كيعيشوا كاع الناس الجيل ديالهم. كاع البنات بحالهم غيخدموا وغيقراو وغيتزوجوا وغيكونوا عائلات، وبناتك لا غادي تشدهم وغادي تسد عليهم وغتعلمهم ديك التعليم ديالك بدوك افكارك المريضه المتطرفه المتشدده. وفاش غيخرجوا للحياه الواقعيه غيلقاو راسهم ناقصين بزاف، لان الزمن تسارع، ما بقاش نفس الوقت ديال شحال هادي. غيلقاو باللي الشباب اللي في العمر ديالهم عايشين بزاف الحوايج وفاهمين بزاف في الحياه اكثر من بناتك اللي ساد عليهم بحال الدجاج. التعليم وغيرها من الامور. نعم. ليش تركز على المرأة؟ وحيت معقد منا اخي المذيع، انت مسموح انت كتسمع واش كيقول، ما حسيت تسولو. شوف غير الفيديوهات ديالو فيما بانت لي المرأة دارت شي حاجه غادي تسطى. شوف مثلا نهار دوا على ديك البطله الشجاعه اللي ناضت في مايكروسوفت باش تدوي على القضيه الفلسطينيه، شنو قال عليها؟ قلت هادشي اللي درت ابتهال زعما شيء عادي، ما فهمتش صراحه ما هذا التمجيد والتكبير والاجلال والتعظيم اش هادشي زعما كامل مثال للمرأة الحرة المغربية. هاد الانسان اللي ضحات بالخدمه ديالها والمستقبل ديالها وحياتها المرتاحه في الميريكان، يا سلام، باش تبين الموقف ديالها، باش تدافع على قضيه كتامن انها حقيقيه. كاين السي الياس تيقول لك اش جالسين كتعظموا فيها وعلاش جالسين دابا كتقولوا هذه راه مراه واعره، علاش كتقولوا باللي هذه هي القدوه ديال المراه. والمشكل الوحيد اللي عنده ما هاد خدنا ماشي كيفاش دارت عبرت على الموقف ديالها ولا كان خاصها دير هكا وكان خاصها دير بحال هكا. المشكل الوحيد اللي عنده انها مرأة. يعني كون كانت راجل كان غادي ينوض كيهلل مئات البوستات والفيديوهات، واو هذا هو القدوه ديال الرجل المثالي المغربي الشهم. وقعت مرأة غير تسطى ما غتصرتش ليه، ما يمكنش. المرأة دارت هذا الموقف البطولي اللي ما داروش الرجال، انا غنتسطى ما يمكنش. المهم اخوتي انا طلع ليا دخونا في راسي، اصلا ما كنحملوش من داكشي اللي تيقول، ما تنحملوش يضرني في راسي. هذا الفيديو كان خفيف ظريف حيت بغيت الصراحه ندوي على هادشي خسار، ولكن غادي نعطيه وقته نصاوب عليه فيديو محترم باش نبين لكم النفاق اللي في هذا الشخص والعنصريه
العنصريه ديالو والتشدد اللي كثر من هادشي اللي داز في هاد الانترفيو، حتى غير شويه من داكشي اللي تيقول هاد الشيء خسار. المهم كان معكم عماد كوجي، نتلاقاو في الفيديو الجاي.